الله أكبر الله أكبر. هنا داخل أروقة الأزهر الشريف وعلى كل جدار ستستمع إلى قصة نقشها راويها بحياته كي تكون سبيلاً لمن أراد الوصول. فتلك الزاوية تكاد أن تنطق وتشهد على تلك الأيام التي جلس فيها الشيخ جمال الدين الأفغاني يدرس أصول الفقه والشريعة إلى تلاميذه. وهنا تستطيع أن تشعر بأنفاس الشيخ محمد عبده وهي تخرج من فيه كالماء العذب وهو يرد على أفكار المشككين. وهنا أسفل ذلك العماد ستعرف أن عبد الرحمن الكواكبي جلس وتأمل كثيراً. نعم، في كل شبر هنا ستشعر بهؤلاء الذين أفنوا حياتهم لإشاعة النور في قلوب وعقول المسلمين، وستشعر أيضاً بما لاقوه من أزمات واتهامات لمجرد أنهم فكروا. كل شيء هنا يحكي تاريخه، كما يحكي قصة أحد هؤلاء الذين سطروا بحياتهم تاريخ ذلك المسجد، ومنهم الشيخ محمود شلتوت. في أحد المنازل الصغيرة بقرية بني منصور التابعة لمحافظة البحيرة، وبالتحديد في عام 1893 ولد الشيخ محمود شلتوت. وقد تربى منذ نعومة أظافره على طاعة الله وإقامة فروضه وحفظ آياته وتدبر معانيها، بعد أن أودعه والده أحد كتاتيب القرية، وبدا عليه منذ ذلك الوقت الذكاء الشديد الذي ميزه عن غيره ممن هم في مثل سنه، فكان لا يترك كلمة في المصحف الشريف إلا وفهم معناها وسبب نزولها. لفتت عبقرية الإمام كل من حوله وخاصة والده الذي أصر على إلحاقه بالأزهر الشريف، بعد أن نصحه الجميع بضرورة إرساله إلى الأزهر لتعلم أصول الدين، بعد أن تنبأ له شيخ الكتاب بالمستقبل المستنير. ومنذ اليوم الأول له في معهد الإسكندرية الأزهري استطاع أن يجذب إليه الأنظار بشدة، بعد أن لاحظ الجميع اجتهاده المتواصل ورجاحة عقله وتعلقه بالمصحف الشريف والأحاديث النبوية، فضلاً عن شراهته في تلقي العلوم المختلفة ونقدها وتفنيدها والأخذ بما يقبله العقل وترك ما هو غريب عن تقبله. وإن كان هذا الأمر بات في صالحه يوماً، إلا أنه كان أيضاً ضده في مرات كثيرة. انتقل الإمام بعدها للتعليم العالي بالأزهر، وفي ذلك الوقت لم يكن مسموحاً لأحد أن يخالف ما قاله أو كتبه السلف، حتى وإن كان على صواب. انت اتجننت، انت جاي تخالف الامام وتفتي على مزاجك. انا ما خالفتش، انا فكرت. وانت مين انت عشان تفكر؟ محمود، انا عاوزك. لكن الشيخ شلتوت لم يلتزم بما قاله السلف، وخالف بعض أساتذته لرجاحة عقله ونمو فكره وتأثره بفكر الإمام محمد عبده الذي كان ينطق بلسانه. لما انت معترف بيه ان هو استاذك، ليه ما بتحضرش دروسه؟ عشان ما بقاش منافق، لو حضرت له هبقى بنافقه. ايه الكلام الكبير ده يا محمود؟ ده مش كلامي، ده كلام الإمام محمد عبده.
وبالرغم من اختلافه مع بعض الآئمة في بعض المسائل، إلا أنه آثر الصمت ولم يعلن ذلك كثيراً خشية أن يثير جدلاً يتهمه فيه البعض بإثارة الفتن أو الردة. فكما قلنا، لم يكن يسمح لأحد في ذلك الوقت أن يخالف ما قاله السلف، وإلا كان من المغضوب عليهم. ورغم تخرجه بالأزهر الشريف وحصوله على شهادة العالمية عام 1918، إلا أنه أحس بوحشة شديدة بعد تركه الأزهر، ذلك الكيان الذي تواصل فيه بروحه ووجدانه. ثم جاء تعيينه ليعمل بالتدريس في معهد الإسكندرية، إلى أن اندلعت أحداث ثورة عام 1919. وقتها شارك الشيخ شلتوت بقلمه ولسانه، وظهرت براعته الخطابية والأدبية، ولأول مرة ينطلق لسانه بما كان مخفيا في قلبه. وبعد انتهاء الثورة، وبعد أن ظهر للجميع حصافة الشيخ محمود وبراعته الخطابية وشخصيته القوية، استدعاه الشيخ المراغي الذي كان شيخا للأزهر في ذلك الوقت للتدريس في القسم العالي، نظرا لغزارة علمه وقدرته الفائقة على أداء مهام العمل المكلف به. وأخيرا عاد الشيخ محمود إلى الأزهر مرة أخرى، إلى ذلك المكان الذي عشقه وأحبه أكثر من نفسه. وهذه المرة ليست ككل مرة، فمنذ الآن سيستطيع أن يلقي بأفكاره وآرائه ليسمعها طلابه ويعملوا بها. كان من دعاة الإصلاح في الأزهر، والذين يوالون فضيلة الشيخ المراغي في دعوته إلى الإصلاح. ولما أقيل الشيخ المراغي من مشيخة الأزهر الشريف، وعين الشيخ الظواهري شيخا للأزهر الشريف، ابتدأ يشتد على دعاة الإصلاح في الأزهر، رغم أنه كان من دعاة الإصلاح أيضا، ففصل كثيرا منهم، وكان ممن فصلوا في هذا فضيلة الشيخ محمود شلتوت. ولكن الريح وكعادتها تأتي بما لا تشتهي السفن، فأول تلك العاصفة التي كانت على ما يبدو أنها لن تهدأ هو الهجوم الذي شنه بعض المشايخ والأساتذة عليه بعد أن سمعوا بآرائه التي تعلقت بفكرة التجديد. وتبدأ المحنة الكبرى للشيخ محمود شلتوت، إذ إن بعده عن الأزهر كان كبعده عن الماء والهواء، فضلاً عن الهجوم العنيف الذي تلقاه من مختلف الآئمة، وفي مقدمتهم الفقيه والعلامة الإمام محمد أبو زهرة رئيس تحرير مجلة لواء الإسلام، فكتب تحت عنوان المفتي يفتي بالحق لا بما يشتهي، رداً على فتوى الشيخ شلتوت. وكما أن الحياة تستمر ولا تتوقف، فإن الشيخ محمود استمر هو الآخر رغم محنته التي أبعدته عن الأزهر عشقه الأزلي، واشتغل بالمحاماة لفترة من الوقت، ولم يكن غريبا نجاحه وقتها في تلك المهنة التي اعتمدت الأسلوب الخطابي الذي برع فيه. وليس هذا فقط، وإنما استطاع أيضا أن يصدر مجموعة من المؤلفات الأخرى التي شرح فيها رؤيته وما كان يعنيه من رأيه في إصلاح الأزهر، بعيداً عن ترصد المشايخ والعلماء له، مما أتاح الفرصة للكثير من الاطلاع عليها. والأغرب أن مؤلفاته تلك نالت استحسان الجميع، ومنهم هؤلاء الذين فصلوه من عمله بالأزهر الشريف. شيخ محمود انا هتقسم بتنهج ليه؟ النهارده صدر قرار برجوعك للازهر الشريف. كان لبعض مؤلفات الشيخ شلتوت الفضل في تعريف الناس بما كان ينادي به، وقد وجد الكثيرون أن ما كان ينادي به الشيخ شلتوت هو ما كان ينبغي فعله. وعاد مرة أخرى ليلتقي بمحبوبه الأزلي الأزهر الشريف للمرة الثالثة. ركته الأحداث والخطوب، ثم عاد
إلى الأزهر الشريف مرة أخرى حين عاد الشيخ المراغي للأزهر الشريف، واشتغل مفتشا في المعاهد الأزهرية. ثم أعاده الشيخ المراغي إلى وكيل كلية الشريعة ليطبق منهجه في الإصلاح، وليحول الأزهر الشريف إلى قامة وقيمة كما كان وكما ينبغي له وكما يجب. وهكذا كانوا علماء الأزهر ملء السمع والبصر في زمانه. ثم بدأت شهرته في الاتساع شيئا فشيئا. بعد أن اختير في الوفد المشارك في مؤتمر لاهاي للقانون الدولي عام 1937 وعين عضواً بمجمع اللغة العربية عام 1946، ثم مراقباً عاماً للبحوث الإسلامية عام 50، فسكرتيراً عاماً للمؤتمر الإسلامي عام 1957، ثم وكيلاً للأزهر الشريف فشيخاً له عام 1958. كان شيخاً للجامع الأزهر الشريف، وكان له رأي في إنشاء مجمع علمي ديني يكون هو المرجعية العليا والكبرى في الفقه الإسلامي وفي الدين الإسلامي وفي العلوم الإسلامية، فعمل على إنشاء مجمع البحوث الإسلامية، وظل يناضل ويجاهد حتى أنشأ هذا المجمع بأقسامه المختلفة. والمجمع هو الهيئة العلمية الدينية الإسلامية الكبرى التي يرجع إليها في كل ما يتعلق بشؤون الدين. وقرت عين فضيلة الشيخ محمود شلتوت بهذا تماما، وكان المجمع فعلا ذا قامة وذا قيمة وذا مكانة، لأنه كان صورة طيبة يؤثر في العالم الإسلامي كله، فكان فيه أعضاء من كل الدول الإسلامية يمثلون العالم الإسلامي كله فوق أعضائه من جمهورية مصر العربية. في ذلك الوقت سعى جاهدا للتقريب بين المذاهب الإسلامية، كما زار كثيرا من دول العالم الإسلامي، وصدر في عهده قانون إصلاح الأزهر عام 1961، كما دخلت في عهده العلوم الحديثة للأزهر، وأنشئت عدة كليات، وارتفعت مكانة شيخ الأزهر حتى لقي من الجميع كل الإجلال والتقدير. وفي آخر أيام حدثت مشاكل بينه وبين الوزير المسؤول عن الأزهر الشريف. في هذا قدم ورقة لرئيس الجمهورية يقول له فيها: إما أن أظل شيخا للأزهر الشريف وحافظ عليه وأحفظه وأحافظ على كل ما فيه ولا ينتقص منه قدر أنمله، وإما فاستقالتي تحت أيديكم تتصرفون فيها كما تشاءون. هذا هو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت. نال الشيخ محمود شلتوت كل التقدير على مجهوداته في الارتقاء بمستوى الأزهر، وظل شيخا له إلى أن وافته المنية عام 1963. لقد كان الشيخ محمود شلتوت رحمه الله واحدا من أهم من سطروا تاريخ هذا الصرح العظيم، الأزهر الشريف.